مش كل الحلول تنفع لقضيتك. الطبيعي ان الزوجه تاخد منك المنقولات الزوجيه، لكن ان اللي مش طبيعي ان الزوجه دلوقتي تاخد المنقولات الزوجيه مرتين، وده للاسف بقى واقع صعب جدا. الزوجه في اول لما تسيب البيت، حضرتك طبعا في الشغل، تقوم داخله الشقه واخده كل المنقولات ومحولها على البيت عندها اللي هو بيت والدها بقى، وبعد كده تروح تطالبك في المحكمه بالمنقولات وتقول لك ادفع لي المنقولات تاني. ده كلام يا جدعان. طبعا حضرتك بقى هتعمل ايه؟ هتقول خلاص انا كده ما قداميش غير ان انا ادفع المنقولات مره تانيه. لا، الموضوع مش كده. الموضوع ان انت في حلول المفروض تعملها، وفي اجراءات لازم تعملها دلوقتي، وفي اجراءات لازم تعملها بعدين. ايه الاجراءات اللي المفروض تعملها دلوقتي؟ اول حاجه، اول لما يحصل كده معاك هتنزل تعمل محضر في الاسم. ايه المشكله هنا؟ ان انت لما هتعمل محضر هتنزل تقول ان الزوجه عملت 1 2 3. هنا بقى المشكله، انت كده بتضيع حقك بايديك. ليه بقى؟ لان المحضر اللي هيتعمل ده المفروض ان هو يتعمل بشروط معينه. طب الشروط دي بقى احنا بنعرفها منين؟ ده على حسب كل حاله وعلى حسب كل قضيه. طب بناء عليه برضه نعمل المحضر؟ يعني احنا هننزل نعمل محضر وبعدين هنعمل المحضر بناء على القصه كلها. انا النهارده كمحامي ممكن موكل يكلمني يقول لي انا اعمل المحضر هنا، هي سرقت مني المنقولات، فهعمل المحضر هنا ازاي؟ هقول له اكتب في المحضر 1 2 3. وفي موكل تاني يقول لي هي خدت مني المنقولات او سرقت مني المنقولات، هقول له اعمل المحضر بالشكل الفلاني. لكن انت هتنزل تعمل المحضر، طب ما حقك هيضيع، وفي الاخر هتيجي تقول ما القانون مع الزوجه. ليه بقى؟ عشان حضرتك ما عرفتش تاخد ما عرفتش تاخد حقك بالشكل القانوني السليم. فمن فضلك لما تحب تعمل حاجه زي كده او تاخد خطوه يكون معاك محامي، حتى لو انت عارف الاجراء ده بيتم ازاي. ليه؟ لان المحامي ادرى منك بالاجراءات ويعرف ان الخطوه دي انا هعملها النهارده بالشكل ده عشان قدام هستفيد منه وهستفيد من الخطوه دي، علشان ما تلاقيش نفسك قدام ضيعت منك الحق. عشان كده اي استفسار بيجي لي بيقول لي الزوجه عملت مني 1 2 3، بقول له انت اتاخرت في الاجراءات. ليه؟ المفروض ان انت كنت عملت 1 2 3 وبعدين يجي الخطوه دي. يا عم حضرتك فاهم وشفت 5000 فيديو في 5000 حاجه، بس عايز اقول لك ان مش كل الحلول تنفع لقضيتك. انت قضيتك لازم لها طريق معين، حتى لو انت عرفت كل الطرق وذاكرت قانون الاحوال الشخصيه كله، اللي هو بالمناسبه مش قانون واحد، هو كذا قانون، ومنهم قوانين تنفع للحاله دي وقانون ينفع للحاله دي، والقانون اساسا ذات نفسه اتعدل. فانت مهما عملت ومهما كنت ضليع في القانون بتاع الاحوال الشخصيه مش هتعرف تاخد حقك بشكل سليم. ان احنا ساعات بنحتاج الحلول ما تبقاش من جوه قانون الاحوال الشخصيه، بره قانون الاحوال الشخصيه. فمن فضلك لما يحصل لك اي مشكله وبالذات في قانون الاحوال الشخصيه ترجع للمحامي تستشيره، علشان ده حاجه مهمه جدا هتحفظ حقك مش دلوقتي وقدام. ليه؟ لان في اجراءات لازم انت تعملها دلوقتي وفي اجراءات لازم تعملها قدام.